بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ والتحقيق وزير الأراضي المحتلة، وأخينا علي ساحدي، أيتها السادة، أيها السيدات الفضليات، كم أنا فخور أن أتحدث أمام هذا المؤتمر الدولي الذي تحت عنوان المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ونحن اليوم نتحدث عن شعب بطل يقع في شمال غرب القارة الإفريقية، أرضه محتلة من طرف النظام المغربي الغازي التوسعي. وكم أنا فخور بأن أكون من الجزائر، وفخري واعتزازي أن بلدي الجزائر ليس بلدا توسعي، واعتزازي أني من الجزائر، هذا البلد الذي يرفض التدخل الأجنبي العسكري في أي قطر من الأخطار. وكم أنا فخور أن أكون من الجزائر التي لا تنتج ولا تصدر المخدرات إلى الشعوب. وكم أنا فخور بأني من الجزائر التي عرف شعبها معنى الاحتلال والقهر والظلم والتعدي والاغتصاب والتشريد، وهو مبدأ ثابت. سوف لن نتخلى على موقفنا في دعم الشعوب التي تناضل وتكافح من أجل حقها في الحرية والعدالة والمساواة. وهذا هو قدر الجزائر، هذا هو قدر الجزائر ثورة نوفمبر 54. هذا هو قدر الشعب الجزائري الذي ضحى ب1.5 مليون شهيد من خيرة أبنائه. ومهما حاول أولئك من هنا ومن هناك للضغط على هذا البلد العظيم بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، لأن الجزائر بلد سيد في قراراته السياسية، وبلد سيد في اتخاذ مواقفه في المبادئ التي لا حياد عنها. بلدي مساحته 2,400,000 كيلومتر مربع، بلدي غني بثرواته الباطنية تحت الأرض وفوق الأرض، بلدي غني بقوته البشرية في شتى المجالات ومختلف الميادين، بلدي جيشها الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، سليل جيش الثورة، بلدي جيشها محترف يتوفر على كل الإمكانيات والقدرات العسكرية في البر والبحر والجو. نحن لا نخاف من أي دولة مهما حاولت أن تضغط على الجزائر العظيمة. وموقفنا نحن مع الشعب الصحراوي ليس موقف تحت الطاولة، بل هو موقف فوق الطاولة. والكل يعرف الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا المقاربة الجزائرية في كل القضايا الجهوية والدولية والإقليمية، وهي تعرف أن موقف الجزائر مبدئي في قضية شعب الصحراء الغربية التي هي قضية تصفية استعمار. ومهما حاولت بعض الدول ومنها فرنسا أن تتخلى الأمم المتحدة عن مبدأ تصفية الاستعمار، سوف لن تتمكن من ذلك، لأنها قضية مفصلية في ميثاق الأمم المتحدة وفي لجنة تصفية الاستعمار. واتخذت الأمم المتحدة بشأنها قرارات في الجمعية العامة، في اللجنة الرابعة، في مجلس الأمن. والمغرب الذي يدعي بأن الصحراء الغربية له، هذه مغالطة وغالط بها النظام المغربي 30 سنة. الرأي العام المغربي أولا، وحاول أن يغالط بها الرأي العام الدولي والجهوي والإقليمي، ولكنه لم يستطيع، لأن الشعوب والمجتمعات المدنية في العالم واعية. وبالدليل أن الموقف حول قضية الشعب الصحراوي ما فتئ يوم يتزايد يوم بعد يوم. والجمهورية العربية الصحراوية موجودة عضو في الاتحاد الإفريقي، وهي من الست الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي. والجمهورية العربية الصحراوية عضو في البرلمان الإفريقي، ولها 80 دولة في العالم تتبادل مع العلاقات الدبلوماسية طبقا لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولها علاقات في المجتمعات الدولية
الدولية في شكل بعثات ونشطاء صحراويين. إذن حتى لا أطيل عليكم، أنتم مشكورون الذين تحملتم عناء السفر من القارات الأربعة، من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا وآسيا وأفريقيا والوطن العربي. هذا موقف سيسجله التاريخ لكم كمناضلين من أجل حقوق البشر، من أجل حقوق الإنسان، من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية وأفريقيا. عيب وعار أن تبقى دولة عربية مثل النظام المغربي التوسعي تحتل الأرض ليست أرضها بكل النصوص والمواثيق من محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أصدرت قرارها في 16 نوفمبر 75 وقالت ليس للمغرب أي علاقة مع إقليم الصحراء، لا في العادات ولا في التقاليد ولا في اللباس، ولم تكن للمغرب إدارة ولم تكن لها عملة في أرض الصحراء. كيف تقول المغرب أن هذا الشعب الصحراوي البطل العظيم الذي عرف عبر تاريخه بالتصدي لكل الغزوات من البريطانيين والبرتغاليين وكل الشعوب التي حاولت دولة تحتل الصحراء، شعب الصحراء مقاوم بطل عبر تاريخه من 1884 بعد مؤتمر برلين الذي تم خلاله بتقسيم الدول العربية وشمال أفريقيا، وكان لإسبانيا أن تحتل الصحراء الغربية الساقية الحمراء وادي الذهب. اليوم أنا أقول لكم كجزائري من هذا البلد الصامد ضد كل التدخلات الأجنبية، ضد الاعتداء على الشعوب، ضد التدخل في شؤون الشعوب في اختيار طبيعة نظامها السياسي، سيبقى موقفنا ثابت وواضح وعلني بأن الشعب الصحراء ليس مغربيا، والصحراء ليست مغربية ولن تكون مغربية، والشعب الصحراوي لن يكون مغربي، وسيرفع العلم الجمهورية العربية الصحراوية في العيون، عاصمتها في الدخلة في السمارة في الدستور في كل المدن والقريات المغربية. إذا كان النظام المغربي يحاول، والأمم المتحدة أصدرت بيان في هذا، قالت إن النظام المغربي يشكل خطر بإنتاجه المخدرات وتسويقها إلى الدول الإفريقية الهشة وإلى دول شمال أفريقيا. نحن من هذه الندوة نقول للأمم المتحدة يجب عليها أن تتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بإنتاج المغرب للمخدرات وتصدير المخدرات إلى الشعوب لضرب القوة البشرية الشباب. إخواني لا تتقلقوش، والله المغرب هذا لن يستقر في الصحراء. والمقولة التي قالها رئيس بومدين لما قال الملك الحسن الثاني بعد عملية الغزو العسكري في شكل مدني، لأن الغزو العسكري الذي قام به النظام المغربي ويقول ما يسمى بالمسير الخضراء هو غزو مسلح، وتقاتل مع جيش التحرير الصحراوي البطل وكبدوه خسائر في العدد والعتاد، وتم تأشير 2300 عسكري مغربي. وأنا متأكد أن الصحراويين من خلال معرفتي لهم وهم صامدون، نساء رجال شيوخ في وحدة، لهم إرادة وعزيمة، هذه العزيمة والإرادة لن تكسر ولن تكسر ولن تكسر، وسينتصر الشعب الصحراوي. وقلنا للنظام المغربي مهما حاولت أن تستفز الجزائر ومهما حاولت أن تتآمر على الجزائر، جزائر كبيرة عليك، تاريخها مساحتها رجالها مواقفها، وماكش قادر أبدا أبدا أن تؤثر في أي مواطن جزائري. نحن شعب وطني، الوحدة الوطنية قوتنا والإرادة عزيمتنا والمواقف التاريخية مبادئنا. إذن طز والله ما تقدر تديرها. الخلاصة طالما الشعب الصحراوي موجود في الأراضي المحتلة يقاوم الغزاة، وفي مخيمات العزة والكرامة صامدون
يقاتلون من أجل العودة، ليسوا لاجئين خبز أو طلب العمل، لاجئوا الحرية والمواقف وجبهة البوليزاريو التي تخوض أعظم ثورة في السنوات الأخيرة 40 سنة الأخيرة، هي قيادة لها امتداد كبير في أوسط جماهير الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة والمخيمات، وهي لواء انتصار الشعب الصحراوي. والسلام عليكم.